8 خطوات عملية علشان تتخلص من مشكلة الديون اللي عليك، بس رقم 7 دي أهم خطوة، فعايزك تركز معايا في الفيديو للآخر علشان هيفيدك جدا وأنا متأكد من الكلام اللي بقوله لك ده. يلا بينا. رقم 1، اعرف ايه السبب اللي بيخلي ديونك تزيد عليك. انك تعرف السبب اللي وصلك لكده دي حاجه مهمه جدا علشان تعرف تتخلص من المشكله من اصلها. فمثلا انت لو طلعت رحله وصرفت فيها 5000 جنيه علشان منال بنت عمة بابا عرضت علينا نطلع معاها واتحرجنا ان احنا نقول لها لا، فهنا المشكله مشكله سلوكيه، ان انت عندك مشكله ما بتعرفش تقول لا في الوقت المناسب وبتتحرج، فتعلم انك تقول لا علشان ما تزودش الديون اللي عليك، وانت محرج انك تقول لا علشان الشخص دوت ما ياخدش صوره غلط عني، وممكن تزنق نفسك وتداني علشان ما عرفتش تقول لا. رقم 2، اعمل خطه لنفقاتك الشهريه الثابته واكتب فيها كل الالتزامات، والتزم بالخطه ديت وتخلص من كل النفقات اللي هي بتاع الرفاهيه اللي بتصرف فيها بدون ما بتاخد بالك فيها، وتلاقيها بتزود مصروفك، واستبدلها ببدائل تاني اقل ان كانت ضروريه. يعني مثلا انت كل يوم بتاكل سندوتشات بره البيت وليكن مثلا ب 25 جنيه، دول يعملوا معاك مبلغ كده اخر الشهر، فلو انت اتعودت انك تاكل في البيت هتوفر ما لا يقل عن 50% من حجم المصروف ده. ويا ريت ما تقولش ان ديت حاجه بسيطه، لان الحاجات البسيطه الصغيره ديت بدون ما بتاخد بالك ليها بتتحول لجبل بيخوف، فخلي بالك الحاجات الصغيره اللي انت بتصرف فيها فلوسك وانت مش واخد بالك ليها. رقم 3، اتعلم ازاي تشتري احتياجاتك صح، وابعد عن المنتجات الاستهلاكيه الرديئه اللي هي بتخسرك وبتصرف عليها كل شويه. يعني مثلا انت بتشتري كابل للشحن بتاعك كل شويه ب 20 جنيه، وكل شويه الكابل يبوظ وتجيب غيره، فبدون ما بتاخد بالك انت قاعد تخسر وانت فاكر انك بتوفر. الصح بقى انك تشتري كابل جودته عاليه علشان مش كل شويه تصرف على نفس الاحتياج اللي عندك ده، وقيس على ده كل الاحتياجات الاساسيه اللي عندك. رقم 4 وده مهمه جدا، من فيض ميزانيتك الشهريه ركز على دين محدد انك تسدده، ده يخليك تشعر انك بتحقق انجاز في السداد افضل من انك توزع كل الفيض اللي معاك على كل الديون اللي عليك. فمثلا انت عندك فائض بمبلغ كذا شهريا وعندك 3 جهات للديون، فحدد 70% من الفيض اللي معاك ده للدين الاكبر، و20% للفيض اللي معاك للدين الاوسط، و10% للدين الاقل. هتلاقي نفسك ان الشهر الثاني الدين الكبير اللي عليك دوت يعني يعتبر خلص 30% من الباقيه منه هيتخلص، وتبدا تركز على الدين الاوسط، ومع الوقت هتلاقي روحك بتخلص كل الديون اللي عليك. رقم 5، زود مصادر دخلك، فلو كنت مثلا في وظيفه صباحيه دور على وظيفه مسائيه او اتعلم مهاره اونلاين تقدر تشتغلها من بيتك، ولو كنت شغال في مجال البيع طور نفسك في مهارات البيع والاقناع، وتعلم ازاي تكبر مبيعاتك علشان ده يكون عندك اكبر قدر من الفائض اخر الشهر، وتلاقي نفسك بتسدد بديونك اللي عليك. رقم 6، احذر انك تعالج الديون بالديون والقروض بالقروض، فده بيزود من حجم المشكله مش بيصغرها. فما تروحش تستلف من واحد علشان تسدد سلفه عليك، او تروح تسحب من قرض عشان تسدد قرض كان عليك، ده كده زي ما بنقول عندنا في الصعيد بتزود الطينه بله. رقم 7، بعد عن الناس اللي هي بتجبرك انك تصرف عشان تكون زيهم، ما تجبرش نفسك على مصروفك وطاقتك علشان بس عاوز تحافظ على مظهرك الخارجي او مظهرك الشخصي قدام الناس. اصرف على جدك، انت مش لازم تكون زي حد. رقم 8 واخر حاجه، احذر من شحن نفسك بالطاقه السلبيه والاستسلام، واستعين بربنا كده وانوي على السداد، وربنا يعينك وهيسدد عليك، بس انت خليك امين وحط على قلبك انك تسدد من الديون اللي عليك اول باول. عارف ان الموضوع مش سهل، لكن صدقني مفيش حلول سحريه لحل المشاكل اللي عليك، فالوقت دوت جزء من الحل، انك تبدا تسدد من اللي عليك، وربنا يسدد الدين عن المديونين. اتمنى يكون الفيديو عجبك وفادك. ما تنساش بقى انك تعمل لايك للفيديو اللي انت بتسمعه ده، وتشترك في القناه، لان ده ساعدنا وبيشجعنا ان احنا نقدم محتوى اكتر ومحتوى يكون مفيد. فلو حسيت فعلا ان المحتوى مفيد ومحتوى هادف اعمل لايك واعمل اشتراك في القناه. سلام.